تدرون أهم فنان عراقي حرقوا الجثة مالته وجابوها بقوطية لبغداد؟ أكيد أغلبكم ما يدرون. هذا هو الفنان التشكيلي فاخ حسن. فاخ حسن من مواليد 1914 ويعتبر من أهم مؤسسي الفن التشكيلي الحديث بالعراق. درس الفن التشكيلي في باريس، ومن إجا لبغداد افتتح وأسس معهد الفنون الجميلة، ودرس تحت إيده الكثير من الفنانين التشكيليين العراقيين اللي كان لهم دور وبصمة معروفة في الوسط الفني التشكيلي بالعراق وبالوطن العربي والعالم. الفنان فاخ حسن يعد من الفنانين البارزين المهمين بالعالم، ويعتبر من الملونين الأوائل بالفن التشكيلي. له أعمال كثيرة تميزت خاصة في رسم الخيول والطبيعة العراقية والواقع العراقي، ومن أهم أعمال الفنان فاخ حسن هي جدارية الحرية موجودة بساحة الطيران في بغداد. هسه تقولون لا ليش حرقوا الجثة مالته؟ طبعا توفى الفنان فاخ حسن عام 1992 في باريس، كانت وصيته أن يتم دفنه في بغداد، وبسبب الظروف السياسية بذاك الوقت اضطرت زوجته الفرنسية أن تحرق جثمان جثته، لأن كان بصعوبة نقل الجثة إلى بغداد، فاضطرت أن تحرق الجثة مالته وتضع الرماد في قوطية وتجلبها إلى بغداد. طبعا هذا الموضوع سبب صدمة للحركة التشكيلية والوسط الفني في بغداد بصورة عامة، لأن كان معد أن يكون هناك تشييع مهيب لجثمان الفنان فاخ حسن، لكن بسبب بعد ما عرفوا أنه تم حرق الجثة ألغي هذا الموضوع، لأن الدين الإسلامي يحرم حرق الجثة، فللأسف لم تقم له أي مراسيم دفن، وتم دفن الرماد في أحد مقابر بغداد في باب المعظم، ولحد الآن مكانهن غير معلوم. الله يرحم الفنان فاخ حسن.